ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصومه، فقد حث على صيامها بقوله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيدخل في عموم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره. أما فعله هو بنفسه فقد جاء فيه حديثان: حديث عائشة وحديث حفصة. أما حديث عائشة فقالت إنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. وأما حديث حفصة فإنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيامه. وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والثاني ينفي فالمثبت مقدم على النافي. ولهذا قال الإمام أحمد: حديث حفصة مثبت وحديث عائشة نافي، والمثبت مقدم على النافي.